رقم 4 بقى يا صديقي، وهي الظاهرين الجامدين قوي كوكا ومحمد هاني. الاتنين بيقدموا الموسم ده مستوى عالي جدا 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 على الواجب الدفاعي والواجب الهجومي كمان. فلو هتتكلم مثلا على الواجب الدفاعي لمحمد هاني وكوكا فحدث ولا حرج. فمثلا كوكا واخوان الفينا في مباراه القمه، والدور الدفاعي اللي احنا شرحناه بالتفصيل لكوكا، وقوه احمد نبيل كوكا وقوه محمد هاني في الواجب الدفاعي. وعلى الواجب الهجومي فحدث ولا حرج. فكوكا مثلا في الماتش اللي فات مسجل هدف، ده غير ان محمد هاني هو اللي صانع الهدف. لك ان تتخيل ان محمد هاني في 8 مباريات صانع 4 اهداف. وطبعا قدروا يبروزوا الواجب بتاعهم ده قبل التوقف في الجون الجميل قوي قوي قوي، الجون الاولاني اللي جابه كوكا. وعلى فكره دي مش مجرد صدفه، لا دي خطط وتفكير وتكتيك كابتن عماد النحاس، واجبات مديها لهم في الملعب، عشان كده قدروا ينفذوها على اكمل وجه. وزي ما احنا شايفين باللقطات كل حاجه بتشرح نفسها وبتوريك قد ايه الجنبين بتوع النادي الاهلي بقى عندهم وعي خططي، وقادرين يقدموا وقادرين ياخروا، وبيعملوا كل حاجه صح الصح.